النهاردة حابب أحكي قصة ممكن قوي يكون حد فينا عاشها أو شافها بتحصل. حكاية شخص مشي على كل القواعد زي ما الكتاب بيقول بالظبط عشان ينجح، لكن في النهاية اتفاجئ بنتيجة عكسية تماماً، فشل غامض ومحدش فاهم سببه إيه. الصدمة بقى كانت في الرقم ده -40%. تخيلوا بعد أسابيع من التعب والشغل المتواصل وتطبيق كل خطوة في كورس SEO أجنبي بالحرف الواحد، دي كانت النتيجة. الزيارات للموقع مش بس ما زادتش، دي نزلت 40%، يعني كارثة بكل المقاييس. وده كان صوت ريم وهي بتبص في الأرقام ومش قادرة تستوعب اللي بيحصل. سؤالها ده هو محور كل حاجة النهاردة. طب ليه؟ أنا عملت كل حاجة صح ولا أنا ما عملتش؟ طيب خلينا نرجع بالقصة لورا شوية. ريم كانت داخلة الموضوع وهي كلها ثقة وحماس. كانت مقتنعة إن الكورس الإنجليزي اللي متابعاه ده هو اللي هينقل شغلها في ال SEO لمستوى تاني خالص. وبصوا بنفسكم، دي كانت قائمة المهام بتاعتها. عملت اوبتمايزيشن للميتا تاجز، استخدمت الكلمات المفتاحية على حسب حجم البحث، حسنت الكليك ثرو ريت، وظبطت اللينكات الداخلية. يعني ببساطة كانت بتنسخ النصايح من الكورس كلمة بكلمة وتطبقها بالملي. عملت كل حاجة المفروض تتعمل. والسلايد دي بتلخص المسايا كلها. شوفوا الفرق بين اللي كانت متوقعاه واللي حصل في الواقع. كانت مستنية زيادة في الزيارات، اللي حصل كان انهيار بنسبة 40%. كانت بتحلم بترتيب أحسن في جوجل، اللي حصل إن صفحاتها كأنها فص ملح وداب، اختفت من البحث. المقالات اللي سهرت عليها اتبخرت وما بقاش ليها أي وجود. من هنا بقى بنبدأ نكشف الخيط اللي هيحل اللغز ده. المشكلة ما كانتش في المجهود على قد ما كان في حاجز خفي هي ما كانتش شايفاه خالص، حاجز اللغة. أصل في مجال معقد زي ال SEO في فرق شاسع بين إنه الواحد يبقى فاهم بالعافية أو فاهم من على الوش، وبين إنه يبقى فاهم بجد ومن قلبه. الفجوة الصغيرة دي في الفهم ممكن حرفياً تهد كل اللي بيتبني. هي كانت بتتعامل مع مصطلحات شكلها كبير زي دي: Topical Authority، Semantic SEO، وحاجات تانية زي EEAT، بس كانت بتتعامل معاها على إنها كلمات لازم تتحفظ، مش مفاهيم محتاجة تتفهم وتتطبق صح. كانت بتحفظ مش بتستوعب. ودي الجملة العبقرية اللي لخصت بيها ريم إحساسها كله. اكتشفت إن مجهودها الحقيقي ما كانش في تعلم ال SEO نفسه، لا، المجهود كله كان بيروح في محاولة فك شفرة لغة جديدة عشان بس تقدر تفهم أصلاً إيه هو ال SEO. تخيلوا معايا يومها كان عامل إزاي. كل درس كان عبارة عن رحلة مرهقة. الأول تتفرج على الدرس بالإنجليزي، وبعدين تحاول تترجم المفاهيم دي العربي، وبعدها تدور على أمثلة عشان الصورة توضح، وفي الآخر ترجع تتفرج على الدرس تاني عشان بس تتأكد إن اللي فهمته ده صح. كمية وقت وطاقة بتضيع في النص رهيبة. ولحد ما جت اللحظة الفارقة، اللحظة اللي كل حاجة فيها نورت فجأة، وفهمت أخيراً المصدر الحقيقي للمشكلة كلها كان فين. الإدراك الحاسم كان إن الاستراتيجيات اللي بتتعلمها دي على الرغم من إنها صحيحة، لكنها كانت زي وصفة أكل مظبوطة بس الطبخة تانية خالص. المحتوى الأجنبي ده متصمم لسوق أجنبي، لجمهور بيفكر بطريقة مختلفة، بيستخدم كلمات مفتاحية غير بتاعتنا، والمنافسين هناك مختلفين تماماً عن السوق العربي. وهنا وصلت للاستنتاج اللي حررها. قالت لنفسها: العيب مش فيا أنا، العيب في المحتوى اللي بذاكر منه. المحتوى ده مش معمول لينا. ولما فهمت كده كأن جبل اتشال من على كتفها. المشكلة ما كانتش في قدرتها، المشكلة كانت في الأداة اللي بتستخدمها. صحيح ريم في النهاية قدرت توصل للنجاح اللي عايزاه، بس السؤال، يا ترى التمن اللي دفعته عشان توصل كان إيه؟ التمن الحقيقي ما كانش فلوس، التمن كان وقت ضايع بالأيام والأسابيع، وحيرة وتوهان وضغط نفسي رهيب، وشغل بيتعاد مرة واتنين وتلاتة. كل ده كان ممكن يتوفر لو الطريق من الأول كان أبسط وأوضح. في اللحظات دي كان كل حلمها بسيط جدا. كانت بتتمنى لو في كورس تقدر تفهمه من أول كلمة بتتقال فيه، طريق مباشر للمعرفة القوية دي بس من غير كل المعاناة اللي في السكة. وقصة ريم دي بتنقلنا للسؤال أهم لينا كلنا. أي حد بيحاول يتعلم حاجة جديدة وبيواجه نفس التحدي، السؤال هو: هل لازم المشوار يكون بالصعوبة دي؟ هل المعاناة دي فعلاً جزء أساسي من رحلة التعلم ولا في طريق تاني؟ خلينا نحط الطريقين جنب بعض ونشوف. الطريق الصعب اللي هو رحلة ريم، كله ترجمة وتوهان وأمثلة عامة ممكن ما تكونش مناسبة لينا، والنتيجة إنه بطيء ومحبط. في المقابل بقى الطريق المباشر بيكون الشرح باللغة الأم باستراتيجيات متفصلة على السوق بتاعنا،
وده بيخلي التعلم سريع وبديهي وممتع. الخبر الكويس بقى إن الفرصة اللي ريم كانت بتحلم بيها دي ما بقتش مجرد حلم. نوع المحتوى التعليمي اللي معمول بلغتنا وفاهم سوقنا بقى موجود ومتاح دلوقتي. وفي الآخر الخلاصة بسيطة جدا، أسرع وأسهل طريق للاحتراف في أي مجال هو الطريق اللي بنقدر نفهمه من أول كلمة. لما بنشيل حاجز اللغة بنفتح الباب على مصراعية للتعلم الحقيقي السريع والفعال.